أكد الدولي المغربي السابق مصطفى بضودان أن حظوظ المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وافرة للتتويج بالنسخة الحالية من نهائيات كأس إفريقيا، التي تحتضنها كوت ديفوار خلال الفترة الحالية. وقال بضودان في تصريح خاص لام هوسبورت: المنتخب الوطني لديه كل الإمكانيات للتتويج باللقب، وقد نجح في تحقيق فوز مهم على تنزانيا خلال الجولة الأولى أكد من خلالها جاهزيته للذهاب بعيدا في البطولة. وأضاف المتحدث نفسه: أرشح أسود الأطلس للتتويج باللقب في دورة كوت ديفوار، لكن المهمة لن تكون سهلة في ظل تواجد بعض المنتخبات الكبيرة من قيمة السنغال بطل النسخة الماضية. وتابع: وليد الركراكي يعرف جميع التفاصيل المتعلقة بالأجواء الإفريقية، كما أن طاقمه المساعد يتمتع بخبرة مهمة، وهذا عامل مهم ومساعد في إيصال أفكار جيدة للاعبين للتعامل بذكاء مع جميع الظروف. واختتم: منتخبنا الوطني اليوم تجد فيه لاعبين تجاوزوا 30 وآخرين بسن أولمبي، وهذه نقطة قوة تحتسب للمدرب، كما أن الأجمل هو كون الجميع جاهز لتقديم أفضل ما لديه حتى بالنسبة لكرسي الاحتياط، وسط انسجام مهم. وكان المنتخب الوطني قد فاز على تنزانيا بثلاثية في الجولة الأولى من دور المجموعات، ليتصدر مجموعته برصيد 3 نقاط، وسيلاقي الكونغو الديمقراطية الأحد المقبل في الجولة الثانية بحثا عن الظفر ببطاقة التأهل.